بيبدأ فيلم النهارده قبل الفيضان الكبير اللي غطى كوكب الأرض، وفي الوقت ده كان بيحكم العالم مخلوقات غريبة وكان اسمهم الحكام القدماء. وبيعيش كوكب الأرض الفترة دي في ظلام وغموض. وبنروح على جزيرة اسمها ماينس، وكان سكان الجزيرة دي بيعبدوا ثور لأنه في معتقدهم مخلوق قوي جدا. وسنة ورا سنة وبتكبر الجزيرة وبتبقى إمبراطورية، وابتدوا يضحوا بالأميرات كقربان للثور الحاكم. وبعد ما بيعمل الثور علاقة مع الأميرة بتولد مخلوق غريب وشرير وبتموت بعدها على طول. وبعد فترة بيكبر المخلوق وبقى وحش وبيحطوه في متاهة تحت القصر. وبعد كام سنة بيموت أمير في المملكة، وبيصدروا حكم إن كل 3 سنين هياخدوا 8 أشخاص ويحطوهم في متاهة الوحش ويضحوا بيهم. وبعد فترة وبيقرب ميعاد التضحية، وبنشوف شاب اسمه سيو وكان راعي غنم وكان معاه صاحبه دانو. وبيتفاجئ سيو بواحد واقف من بعيد وبيقول إن أبوه قال له إن الراجل ده شؤم، وإن لما حد يشوفه لازم تحصل بعدها مشكلة. وبيرجع سيو على بيته وبيحكي لأبوه على الراجل اللي شافه في الغابة، وبيقول له إن هو مفتقد حبيبته اللي أخدوها من 3 سنين عشان يقدموها قربان للوحش. وكان حزين وبيسأل أبوه هيضحوا بكام واحد تاني عشان يرضوا الوحش ده، وبيخفف عليه أبوه وبيواسيه، لكن سيو كان لسه زعلان. وفي نفس الوقت وبيروح دانو على حبيبته مورنو، وكان بيقول لها إن هو خايف عليها لأن ميعاد التضحية قرب والجنود هيوصلوا قريب. وبنروح عند أبو سيو، وكان عامل اجتماع مع رجالة القرية وكان هو القائد بتاعهم. وكانوا بيتكلموا إنهم لازم يعملوا خطة ويقتلوا الوحش ده عشان يقدروا يحموا أولادهم من إنهم يتقدموا قرابين. وبيقول واحد منهم إن ليه سيو ما يتسلمش مع الشباب اللي بيضحوا بيهم. وبيقول القائد إن سيو ابنه ومستحيل يعمل كده لأن هو اللي هيبقى القائد بعده. وبعد كام يوم وسيو كان في الغابة وبيشوف ذئب بيهجم على الخرفان بتوعه وبيموت واحد منهم. وبيتضايق سيو وبيطلع يجري وراه، وبيتوه منه الذئب وبيشوف شجرة مرسوم عليها علامة غريبة. ولما بص قدامه بيشوف الكهف اللي عايش فيه الراجل الشؤم اللي كان لابس العباية. وبيقرب سيو وبيدخل الكهف وبيشوف الراجل، لكنه بيتفاجئ إنها ست عجوزة. وبيشوف الذئب قاعد معاها، وبيسألها سيو عن رسمة العلامة اللي بره على الشجرة، وإنه عارف العلامة دي والنص التاني بتاعها معاه، والنص الأول مع حبيبته اللي أخدوها عشان التضحية. وبتفاجئوا العجوزة إن البنت صاحبته لسه عايشة وما ضحوش بيها، وإنها محجوزة في المتاهة اللي تحت القصر، وإنه عشان ينقذ حبيبته لازم يموت وحش المينيتور. وبيروح سيو على بيته وكان بيفكر في حبيبته اللي أخدوها منه. وتاني يوم الصبح وبيصحيه أبوه بيقول له إنه ياخد القطيع بتاعه ويطلع لأن الجنود هيوصلوا بعد شوية. وبيحكي له سيو عن اللي حصل مع الست العجوزة وعن كل اللي قالت له عليه، وإنه لو عايز يشوف حبيبته لازم يقتل الوحش. وبيتعصب عليه أبوه وبيقول له إن الست دي كدابة وبتخرف، وإن الوحش ده محدش يقدر يقتله. ولما بيخرج سيو بيشوف سفن الإمبراطور وكانت جاية من بعيد، وبيدخل الليل وبيوصلوا على القرية عشان ياخدوا ال8 شباب. وبيكون سيو مستخبي في الجبل وبيفكر في حبيبته. وفي نفس الوقت كان الجنود بيدخلوا على الخيم وبياخدوا منها الشباب بالعافية. وبيفتكر سيو اليوم اللي أخد حبيبته فيه، وبيقوم بسرعة وبيجري على القرية. وبيوصل سيو وبيشد واحدة من البنات اللي أخدوهم، وبيدخل هو مكانها من غير ما أي حد ياخد باله. وفي الوقت ده كان أبو سيو مراقب الجنود وبيشوفهم وهم أخدين الشباب، وكان حزين وما كانش يعرف إن ابنه بقى معاهم. وفي وقت ما كانوا رايحين على القلعة بيعرف دانو إن سيو موجود معاهم، وبيقوم سيو وبيتكلم مع واحد اسمه تايرو وما كانوش بيحبوا بعض. وبيوصلوا فعلا على الإمبراطورية وبيعرضوهم على الإمبراطور اللي بيأمر الجنود إنهم يبدأوا مراسم التضحية، وبيختاروا منهم بنتين. وبنشوف بير موجود قدام كرسي الإمبراطور، وكانت هي دي الفتحة اللي بيحدفوا فيها البنات. وبيقول سيو إن هو يحدف الولاد وبلاش البنات، وما بيهتمش بكلامه وبينادي على أميرة المملكة وبيخليها تشم الدخان المخدر. وبتروح الأميرة عند البنات وبتخدرهم عشان ما يبقاش في أي مقاومة. وبيفتحوا البير وبيظهر خيال الوحش وبيعمل صوت جامد بيهز المكان. وبيحاول سيو يهجم على الجنود لكنهم بيضربوه. وبيتضايق الإمبراطور وبيقول إنهم لازم يرموا الشباب دول كلهم مرة واحدة. وبالليل بنشوف الأميرة وهي بتتكلم مع واحدة من المساعدين بتوعها، وبتقول لها إنهم يجيبوا سيو لأن الساحرة العجوزة حذرتها منه وقالت لها إن هو هيجي. وبيجيبوا سيو فعلا على الأوضة وبيهجم عليها وبيوقعها. وساعتها بتقول له الأميرة إنها عايزاه يساعدها يخرج من هنا. وبيكون الإمبراطور مستخبي وسامع كل حاجة. وبتقول له الأميرة إن في بنت جت المرة اللي فاتت وإنها لسه عايشة، وكانت البنت دي هي حبيبة سيو. وبيوصل الإمبراطور عندهم مع الجنود وبيأمرهم إنهم ياخدوا سيو ويحبسوه. ولما حاول يهرب بيضربوه بالسهم المخدر وبياخدوه وبيرموه في البير بتاع الوحش. وبعدها بياخدوا الشباب وبيرموهم كلهم عنده تحت. وبيظهر الوحش وبيعمل صوت عالي وبيروح جري عند البنت عشان ياكلها. وبيكون صوت صريخها مسمع في المتاهة كلها. وبيجروا وبيتفرقوا عن بعض. وبيكتشف سيو إن في غاز مخدر بيطلع من بين الصخور عشان ما يبقاش في أي مقاومة. وبيشم سيو الغاز وبيحصل له هلاوس. وبيتخيل ساعتها إن حبيبته واقفة قدامه، وبيسمع صوت عالي وبيجري. وبتكون بنت من البنات وكانت خرصة وما كانش فاهم هي عايزة إيه. وفي جزء تاني من المتاهة وكانت مورنو مرعوبة وبتنادي على أي حد عشان ينقذها. وبيوصل عندها دانو وبتتخض أكتر وبتصرخ. وبيوصل عندهم سيو والبنت وبيبتدوا يخططوا عشان يقتلوا الوحش. وقالوا إنهم لازم يتجمعوا مع باقي أصحابهم اللي لسه عايشين. وجوه القلعة وكان الإمبراطور أخد الأميرة على أوضته عشان يتجوزها. وبتشوف حفرة وبتجري عليها وبتقف قدامها، وبتقول إنها هتضحي بنفسها للوحش أحسن ما تتجوز الإمبراطور. وبتنط فعلا في البير
وبيوصل سيو واصحابه وبيعرفوا ان البنت صاحبتهم اكلها الوحش، وبيقرب منهم الوحش وفرونتو بيقول لهم ما يعملوش اي صوت وانه عايز حد منهم يبقى طعم للوحش. وبيقرر سيو ان هو يبقى الطعم ده. وفي الوقت ده بتظهر الاميره عندهم وبتقول لهم انها موجوده عشان تساعدهم وانها عارفه طريق للخروج. وبتقول فيينا انها مش واثقه في الاميره ومش هتمشي معاهم وانها اصلا ما بتحبهمش ولا هم فارقين معاها وانها ما كانتش حابه انها تتولد في القريه دي معاهم. وبيجي الوحش من وراها وبيضربها بقرنه وبيخلص عليها وبيخافوا كلهم وبيجروا بسرعه. وبعد شويه وبيلاقوا واحده من صحابهم وكان مغمى عليها وبتفوقها الاميره، وبيشوفوا المخرج اللي الاميره قالت عليه، وبتكون المساعده بتاعتها واقفه ومستنياها عند الباب. وبيوصل الامبراطور وبيخلص عليها، وبتكون الاميره وصلت عند الباب وبتخبط، لكن طبعا المساعده كانت ماتت. وبيحاولوا يكسروا الباب لكن الوحش كان سمع وجاي جري بسرعه عليهم، وبيضرب واحد منهم وبيموته وبيظهر قدامهم، وبيموت واحد تاني وبيرعبهم، وبيتفرقوا تاني وبيجروا. وبيوصل دانو ومورنو على بحيره صغيره، وكان سيو مكمل جري وبيشوف راجل غريب، وبيقول الراجل ان هو بقاله سنين في المكان ده وانهم يمشوا معاه وهو هيوديهم على مكان امن. وبيمشوا معاه وبياخدهم عند فتحه في الصخور، وبيعرفهم ان هو معاه خريطه هو اللي عاملها للمكان، وبيعرفهم ان الوحش ده لما بينام ما بيحسش بحاجه ويقدروا ساعتها يهربوا. وكان سيو مركز معاه عشان ما كانش عايز يهرب وعايز يموت الوحش. وبنعرف ان الاميره كانت لسه في المتاهه ولوحدها، وكان الامبراطور واقف عند فتحه البير وبيزعق وبيقول ان هو مش هيسيب الاميره للوحش. وبينزل عند باب المتاهه وبيفتحه وبيدخل. وفي الوقت ده كان سيو بيسال الراجل الغريب عن حبيبته وان هو بقاله كتير هنا واكيد عارف مكانها. ولما صوتهم بيعلى الوحش بيحس بيهم وبيروح عندهم وابتدى يكسر في الصخور. وكان الامبراطور بينادي على الاميره وبيسمعوا الوحش وبيروح عليه، لكنه بيخاف وبيهرب تاني من الباب وبيسيب الجندي اللي معاه للوحش ياكله. وعند سيو كان لقى نص السلسله مع الراجل الغريب، وبكده اقتنع ان حبيبته لسه عايشه. وكان تاريو لسه مع البنت وبيلاقوا مخرج، وبيطلع وبتطلع وراه، لكن الوحش بيوصل وبيقول لها انها ما تبصش تحت وتمسك ايده، لكنها بتبص من خوفها وصرخت جامد. وبيظهر الوحش وبتخاف اكتر وبتفلت ايديها وبتقع على القرن بتاعه وبتموت في ساعتها. وبنروح عند سيو وكان لسه بيدور على حبيبته، وبيسمع صوتها فعلا وبتظهر قدامه، وبيجري عليها سيو وبياخدها بالحضن، لكنه بيفوق من الهلوسه وبيلاقي نفسه حاضن الهيكل العظمي بتاعها. وهنا بيتاكد سيو انها ماتت وانه لازم يكمل عشان يطلع صحابه من المتاهه دي. وبنشوف دانو صاحبته كان بيقول لها انها لازم تستخبى في مخبأ الراجل الغريب، وبيروح هو عشان يدور على سيو. لكن وهو في الطريق بيظهر خيال الوحش وبيعرف ان هو خلاص ميت وبينادي على سيو. وبيروح سيو جري عنده وبيسمع صوت صرخة دانو وبيعرف ان الوحش خلص عليه. وبينهار سيو وبيحدف السلسلة في الصخر، لكن السلسلة بتعمل شرارة وبتقع وبتعمل نار. وبتوصل عنده الأميرة وبتقوله انها تحكي له عن حقيقة الوحش ده، وان اللي قتل الأمير هو المينيتور، وان الامبراطور كان عايز يداري على الخبر ده، وعشان كده قالوا ان سبب موت الأمير واحد من قريتهم عشان اهل القرية يقدموا التضحيات للوحش. وبتاخده وبتروح بيه عند مصدر من الغاز وكان بيفوق، وكانت عايزاه يحارب الوحش ويهزمه. وبيوصل المينيتور عندهم وهم بيتكلموا، وبيظهر تايرو وبيروح يهجم عليه، لكن الوحش بيضربه بقرنه وبيحصل صحابه. وبيجري سيو وبيقول الأميرة تستخبى هنا تحت المية، وبيرجع عند الوحش وبيلاقي تايرو ميت، وبينادي على الوحش وبيجي جري عشان يهجم عليه. وبينط سيو والقرن ما بيجيش فيه، لكن الصخور بتنهار والغاز بيطلع اكتر. وبيلف الوحش وكان دايخ، وكان في قرن من قرونه اتكسر، وكان عايز سيو يولع نار لكنه بيلاقي السلسله متعلقه في قرن الوحش، وكان لسه مدروخ ومش شايف سيو. وبيستغل سيو الموقف وبيجري وبينط على الوحش وبياخد منه السلسله، وبينزل وبيطلع جري وبيجري ورا الوحش، وبيضرب سيو السلسله في الحيطه وبيعمل شراره، وبعدها بتبقى نار كبيره. وبيكمل جري وبينط في الميه مع الاميره، وبتكون النار مسكت في الوحش وولعت فيه وكان بيموت. وبينفجر المكان عشان الغاز والنار بتطلع فوق على القصر، وبتمسك في الامبراطور وبتخلص عليه. وبيكون سيو مع الاميره في الميه ومستخبي، وكانت النار خلصت فعلا على الامبراطور والحراس بتوعه. وبيخرج سيو مع الاميره وكانوا لسه خايفين، وبيسمعوا صوته وبنعرف ان الوحش لسه عايش لكنه كان مصاب جامد. وبيشوف سيو وبيروح جري عليه، لكن سيو كان مجهز القرن المكسور بتاعه، وبيهجم الوحش وبيحط سيو القرن في بقه، لكنه بيخبط سيو جامد في الصخور، وبكده القرن بيدخل فيه اكتر وبيموت الوحش. وبيقوم وبيمشي مع الاميره وكانوا بيدوروا على مخرج المتاهه، وبيلاقي 2 من صحابه كانوا مستخبيين. ولما بيمشوا مع بعض ابتدى المكان يقع وينهار، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيشوفوا ضوء الشمس وبيعرفوا ان هو مخرج، وبيطلعوا بيلاقوا نفسهم جوه القصر. وكان الامبراطور لسه بيطلع في الروح، وبتروح عليه الاميره وبتخنقه وبتخلص عليه بايديها، وبكده بتضمن الاميره مستقبل للامبراطوريه. وبينتهي عصر الظلام، وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.